اولا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفيديو ده معمول للفيديو بتاع الطرحه الشيفون. دلوقتي في كومنتات كتيره جدا 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 عجبتها الفكره ما عدا 5 6. ال5 6 دول بيقولوا الطرحه شيفون وكده كده بتجسم برضو، هتبين العبايه المجسمه وهتبين الجسم. تمام ماشي. انا عندي وشاح او ادناء. بصي، عبارة عن طرحة زي الطرحة اللي بتتلبس. انا معرفش طبيعة الطرحة بتاعتك ايه، انما الطرحة اللي انا عملتها اتقل من الوشاح اللي انا شارياه. الوشاح ده عندي بقاله يجي 7 سنين او اكتر والله العظيم. بصوا، ده الوشاح او ادناء. تمام. هو اصلا من الاصل والسنه ان هو يتلبس من على الراس. تمام. فاحنا مش بنعرف نلبسه من على الراس، او انا مش بعرف البسه كده. في ناس بتلبسه كده، ربنا يثبتها يا رب ويقدرها على كده دايما. انا بلبسه كده وبكون لابسه طرحه طبعا ولابسه النقاب بتاعي ده يا جماعه. انا مش بلبسه على طول النقاب ده، انا بستسهله عشان اصور معاكم. تمام. انما ده اصلا مش نقابي اللي هو دايما، النقاب التاني اللي هو ببونيه. فانا حبيت اوضح لكم ان الطرحه مش هتشف وانت لابسه، بس هتسترك. طيب وبالنسبه للمحرمه اللي هي، اكتبي كده على اليوتيوب المحرمه. ما معنى المحرمه؟ او المحرمه اللي هي الطرحه اللي هي دلوقتي عاملينها بتبقى من هنا ونازله دوريه لحد هنا. اقسم بالله ما بتدخل ذمتي بطلات ابيض. ده تحايل على الدين. انا مش عايزه ادخل في تفاصيل، بس هي هتداريلك ايه؟ هي من هنا لهنا وبكسر. تمام. انا مش عايزه ادخل في تفاصيل واقول كلام ما ينفعش ان انا اقوله، بس هي مش هتداريكي من ورا زي كده. تمام. في واحده قالت لي بدل ما انت ما تقعدي تلفي وتتكلمي وتوضحي جيبي ملكان. اولا ده اصلا مش شغلي علشان انا اوضح لك او اعمل. انا بجسم لك الحاجه عليا انا، يعني بكلمك بالنسبه لي انا. فانت عملتي بيها ماشي، ما عملتيش خلاص. اولا الستات الحوامل ربنا يتم لهم على خير يا رب، ممكن تكون النقطه دي غايبه عن دماغها. هي ماشيه مش شايفه نفسها، مش واخده بالها ان لبسها ضيق، مش واخده بالها ان لبسها ملفت او جسمها ملفت. في ناس برضو بتخرج اللي لبسها بناطيل، ممكن جدا ان هي تطول البلوزه لو هي مش قادره تقطع البناطيل. بلاش تبقى على الكمر. يعني انت عايزه ارضاء الخالق ولا المخلوق؟ اصل انت كده كده خارجه مش شايفه نفسك وانت خارجه علشان تبقي مستمتعه بمنظرك. انت خارجه غيرك اللي شايفك، فانت ليه تشيلي حرمانيه؟ انا بقى عندي من الوشاح ده 5 6 عندي من زمان. انا كنت شارياه بقد ايه؟ الكلام ده من 7 أو 5 سنين والله العظيم. هو بقاله مده كبيره جدا جدا عندي، يمكن قبل 7 سنين وممكن اقل من 7 سنين، بس هو عندي بقاله كتير جدا. يعني انا عندي صور له من 2018، عندي صور له من 2018 وهو عندي من قبلها، من وانا حامل في بنتي اللي هي عندها 10 سنين. تمام. بصوا، كنت جايباه ب 150 جنيه، دلوقتي هو في رينج 250 جنيه. طب ما انت ممكن تعمليه من البيت. بصوا، انت ممكن تعمليه من البيت والله العظيم وشيك جدا. ما تيجي كده اوريكي، انا عملت برضو تعديلات فيه يعني علشان خاطر ما يبقاش لبس كل واحد وانا احس بملل. هوريكم التعديلات اللي انا عملتها في الاتنين التانيين، لان بلبسهم على جيب، بلبسهم على حاجات بتبقى كلاسيك عندي. ما ينفعش ان انا ابقى ماشيه الحته دي كده مجسمه او جزء من هنا مجسم. علشان خاطر يبقى مش كله اسطمبه واحده بنفس الطول ده، بروح ايه منوعه. يعني عندي من اللي هو بزراير من قدام. الناس المنقبين هم اللي يفهموا كلامي. انا عندي كله الالوان سودا. انا كان اصلا لبسي كله اسود، ما لونتش غير ايه يعني من فتره بسيطه. تعالوا كده اوريكم الستايل التاني. بصوا، ده خليته قصير شويه عن التاني. بصوا، انا ده الطرحه اللي انا لابساها اصلا. بصوا، انا مش عارفه واضح ولا لا. انا مرضتش البس العبايه سودا علشان خاطر ايه يبان. بصوا شكله شيك وجميل. يعني انتي مش معنى انك انتي لابساه يبقى انتي كده شكلك مش كويس، بالعكس. انا بقى علشان خاطر اوقات بيترفع كده ويرجع لورا جامد، بتيجي هنا
وتثبتيه بدبوس، ومن هنا وبتثبتيه بدبوس، مهما تشدي لقدام او لورا مش بيرجع. رفعتي ايدك، انا بصوا قافلاه من هنا، قافلاه من هنا. معلش انا مهمله شويه، عاملاه بخيط من العادي لان ما كانش عندي خيط اسود، فقافلاه عامله له مكان لليد عشان خاطر لما اجي ارفع ايدي مثلا شايله حاجه عامله حاجه ما يروحش كله مقلوب عليا، فاهميني؟ بصوا، ونادرا يعني لما انت هترفعي ايدك. تمام. التالت بقى زيه، التالت زيه ممكن يكون في نفس الطول. بصوا ممكن يكون في نفس الطول. كل ده بلبسه في الصيف. اشمعنى في الصيف؟ لان معظم لبسي في الصيف دريسات، والدريسات ممكن وزنك يكون زاد فبتبقى ضيقه عليكي، فبتضطري ان انت تركنيها في الدولاب، فبدل ما تركنيها بتلبسيها وبتلبسي عليها الوشاح، بيبقى جميل جدا جدا جدا. فكره الطرحه جميله برضو للي حابب. في واحده قالت لي ممكن نقفلها من تحت الباط بنسة. خدي بالك ان انا جربتها مره وقفلتها من تحت الباط، حسيت ان انا متكتفه مش مرتاحه. فهي لما بتسيبيها وتثبتيها بدبابيس من هنا مهما تمشي هي مش بتبقى مبينه حاجه، بتبقى سطراكي وشكلها في نفس الوقت جميل جدا. اما بالنسبه لدي، دي طرحه كانت عندي، طرحه حتى هي باينه ان هي طرحه. بصوا انا لما نزلت الفيديو بتاع الطرحه ما كنتش متوقعه ان هيجيب المشاهدات دي كلها، وما كنتش متوقعه ان هيبقى فيه قابليه على الفيديو، فعشان كده انا عملت الفيديو ده. ده عباره عن طرحه وانا اللي قفلتها. بصوا هي طرحه وانا قفلتها وعملتها دوران من ورا ودوران من قدام. تعالوا كده اما اوريكم عشان تبقى واضحه. بصي مبدئيا كده هي بتتلبس هنا. انا قلت لك النقاب التاني بتاعي اللي هو ايه، اللي ببونيه، فبروح لابسه عليه طرحه فما بيبقاش باين ان هو محطوط من على الراس. ليه؟ تعالي كده اما اوريكي. ده للناس اللي حابه ايه، اللي فضلت تقول لي علمينا لفه الطرحه وورينا اللبس بتاعك. بصوا يعني هي كده اهيت ستراكي من ورا، وفي نفس الوقت يا جماعه انا مش بلبس اصلا عبايات ضيقه او مجسمه، فاهمني؟ بس انا من طبيعتي ان انا ما بحبش اخرج وابقى لابسه العبايه الطرحه قصيره، الا اذا انا لابسه ملحفه او اسدال واسع اللي هو بيجي من هنا ويبقى نازل للديل، اللي هو مش مبين الجزء ده كده. تمام. انا لبست العبايه دي علشان خاطر توضح البتاع ده. طب ما تيجي كده، العبايه بتاعتي اصلا بصوا هي بتاعت اختي اصلا وهي ادتها لي، ربنا يخليها لي يا رب. احنا كده كده لما بنعجبنا حاجه عند بعض بنبدلها. بصوا العبايه فضفاضه واسعه. انت ارضاء الخالق احسن بكتير من ارضاء المخلوق، فارضاء الخالق احسن بكتير من ارضاء المخلوق. انت بتبقي خارجه مش شايفه نفسك، مش واقفه قدام مرايه، انت كده اللي قدامك هو اللي بيبقى شايفك. فانت اللي يهمك ربنا اولا وثانيا وثالثا. انا كنت بتكلم معاكم كده، فبتكلم مع اخواتي حبايبي اللي بيحبوني وبيدخلوا يدعوا لي بظهر الغيب، مش بتكلم مع الفئه اللي بتدخل تنتقدني. ماشي؟ فانا ان كنت بتكلم فبتكلم معاكم. ناس كتير قوي قالت لي الفكره حلوه وهننفذها ونطبقها. انا فرحت جدا جدا ان انا سبب لواحده من ضمن ال50,000 اللي شافوني، ان واحده او 5 6 هيطبقوا الفكره دي. يعني انا كتبت لي اجر عند ربنا، فاهمني؟ فانا دي كفايه عندي. انا اللي يهمني ارضاء ربنا مش ارضاء العبد. العبد دوت ولا يسوى ولا يسوى. انت حلوه في نظر نفسك خلاص دي تكفي. فانت ايه اللي يهمك؟ اصل انت معلش في الكلمه مش هيجوا يدوك حسنات ولا هياخدوا منك سيئات في الاخره. ما تشيليش ذنب حد. انا مش بلوم على الشاب اللي بيبص لواحده ماشيه بلبس كله مفاتن، انا بلوم على الواحده لان هي اللي خلت الشاب انه يبص لها، خلت الراجل الكبير في السن انه يبص لها وشيلته ذنب وشالت ذنبه وذنبها. فانتي حاولي انك انتي ترضي ربنا، ما ترضيش العبد. رضا الخالق احسن من رضا المخلوق 100 مره. الناس اللي كلمتني كتير على الكفرات
هنبداها واحده واحده، واهدوا عليا واصبروا عليا. انا بقفل اوردرات، انا دلوقتي كنت لابسه وبلبس لبسي اللي هو العادي ده ونازله خارجه، فقلت ايه اما اصور لكم الفيديو ده واقوله لكم لعل غيركم يستفاد. انا اعتبروني اقل واحده فيكم، اقل فئه. انا بقول اللي يملاه عليا ضميري وبحس ان انا مرتاحه وانا بقوله، زي ما ناس كتير قوي ربنا جعلها سبب في حياتي ان انا اتغير. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهما تدعي، مهما تقولي لفلان بلاش 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 بلاش، هو له وقت وميعاد عند ربنا هيهديه. فممكن ربنا يجعلني سبب لحد، زي ما ربنا جعل ناس كتير سبب ليا. فاهمني؟ اسمعي الدكتور ابراهيم الفقي كتير، اسمعي الدكتوره هاله سمير، اسمعي اللهم صل على سيدنا محمد. انا الاسامي تايهه من دماغي، بس اسمعي دول.